صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. متلجين متلجين بس برضو ما نسيبهوش يبوظ ونقعد نتفرج عليه. الكرومبة طبعا بالشيء الفلاني دلوقتي الكرومب شدت حلو يا جماعة. صباح الفل الأول. حطوا لايك بقى للفيديو الجميل ده، وصباح الفل عليكم وعلى عيونكم، يا رب دينكم نعمة في حياتي. النهاردة بقى كان جايلنا بصراحة، يعني بصراحة زيارة كام كرومباية كده، يعني 3 4 كرومبات كده. فرقنا برضو على الحبايب كل واحدة كرومبة، وقلنا ايه فاضل لنا 3. قلنا ايه نمسكهم بقى بدل ما يبوظوا خسارة. الناس شايلاهم من اخر الدنيا وجايبينهم لنا، مش هنسيبهم بقى يبوظوا عند حبايبنا نسايبنا بقى. تمام تمام. صباح الفل صباح الورد. بص بقى، ما تسلقوش الكرنب بحالها علشان تعملي احلى مخلل من الكرنب. بصراحة بصراحة العيدان بتاعت الكرنب دي تبقى حلوة أوي، والعروق بتاعت الكرنب دي. يعني ايه ما ترميش برضو ما تسلقوهوش، لان العروق لما بتتسلق بتبوظ، ما بتعرفيش تخلليها. فانت تمسكي الكرنب قطعيه كده زي ما انت شايفه كده، وده هتعمليه مخلل، احلى مخلل بقى. هنا قطعنا بقى الكرنب ال3 كرنبات كده زي ما انتوا شايفين، وطلعنا منهم العروق وطلعنا الراس والحاجات الدماغ دي. بصوا بقى، انا همسك بقى اللي طلع من الكرنب اقطعه كده وهخلله حبه شطه حمرا كده بقى، ولو عايزه تحط حته بنجريه عليه يبقى فل احلى فل بقى، يعني فل 100 فل و10. تمام تمام. هتخلليه بقى وتاكلي احلى 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 مخلل. بس لما تخلليه حطي حته بنجرايه وحبه شطه حمراء، وعصري نص ليمونه كده على الميه، وهتدوقي بقى احلى تخليل كرنب. تمام تمام. هنا بقى احنا مش هنعمل معاكم محشي ولا نعمل حاجه. طبعا الكرنب ده احنا بنعمله علشان يا نشيله يا نعمله هو فريش كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى انا سلقت الكرنب، مش هسلقه قوي قوي، يعني خليه فيه ايه، تعرفي تمسكيه كده. قطعي بقى صوابع كده زي ما انت عايزه. بتحبي الصبع اكبر من كده كبري، بتحبي اصغر من كده صغري. بس انا طبعا بحبه وسط، لا لا كبير قوي ولا صغير قوي، حلو يعني. طبعا احنا دخل علينا شهر رمضان. لو عملت ال3 كرومبات دول وحطيت كل كرومبه كده في كيس او في طبق فل كده، وعملتيه بستريتش وشلتيه في الفريزر، هينفعك بقى في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يا رب يا رب يعودها علينا وعلى امه محمد بخير يا رب. هنا بقى بنخرط بقى الكرنب كده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. طبعا الورق الاخضر ده بتحطيه الاول كده وانت بتحشي، بتحطيه يعني بتعملي رصه كده خضراء ورصه بعد كده تعملي بقى الابيض. تمام تمام. انا والله بحب الكرنب الاخضر ده احسن من الابيض، يعني الورقه الخضراء دي بحب طعمها احلى من الابيض. تمام. هنا بتقطعي بقى زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، وايه وهتظبطي الدنيا. طبعا لما تيجي تسلقيه زي ما قلت لك كده، ما تسلقهوش قوي علشان لما تحطيه في الفريزر هو بيكمل سلوقه في التلج. مش ما تعمليش يعني، ما تعمليش زي ما قلت لكم كده، بيكمل سواه في التلج يا حبايبي. يعني ما تسلقيش الكرنبة جامد علشان التلج بيخلي الحاجة معاكي زي ما تكون واخدة ايه سوا كده، فبيكمل سواه في التلج زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا عارفين طبعا كلكم عارفين المعلومة دي. ولو ما انتوش عارفينها برضو اسلقوا الكرنب كده ايه يعني اكتر من نص سليق شوية. يعني المهم بتبقى ناقصة سوا شوية، علشان لو هتحطيه في الفريزر وهيتلج منك هيطلع معاكي كامل السوا يعني. تمام، عشان ما يتهريش منك. طبعا اللي احنا بنطلعه ده هنحطه في قعر الحلة. هنا بقى خلصنا الكرنب زي ما انتوا شايفين كده، قطعناه التقطيعة الحلوة ديت وخلصناه كده زي ما انتوا شايفين. والفيديو ده يا جماعة انا عامله لكم عشان لو ايه، لو في شهر، لو انتوا عايزين تجهزوا اي حاجة لشهر رمضان وبالذات الكرنب، لان المحشيات بقى بتبقى في العزومات وبتبقى على السفرة في رمضان، والمحشي بقى بيحلو بقى في رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. كلنا طبعا بنحب المحشي في رمضان وبنحب ايه نعمل محشي. هنا بقى كنت خلصت كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي اهو. والورق ده انا هشيله برضو في كيس عشان هحب احطه في قعر الحلة، مش هيجرى له اي حاجة. احطه في قعر الحلة كده على وانا بحشي. هنا بقى كنت خلصت زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة، فيديو بسيط جدا جدا، مش برضه اطول عليكم الفيديوهات عشان ما تزهقوش مني.
وتحبوا الفيديوهات بتاعتي. ولو بتحبوا الفيديوهات بتاعتي قولولي في التعليقات. ولو الطريقة بتاعتي ديت عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وقولولي في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.